السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله الفيديو بتاعنا جميل جدا ومميز. هنعمل فيه مربى الجزر بالبرتقال، من ألذ وأجمل المربات اللي ممكن تعمليها. الجزر دلوقتي مالي السوق وده الموسم بتاعه. عايزاكي كده بسرعة تشتريه وتعملي منه مربات فطار عشاء، تحفة جدا، ولادك هيعشقوها. هنعملها بطعم وريحة من الآخر، بجد من المربات الموفرة جدا. هقولك على الطريقة الصح بتاعتها، هتعتمديها بإذن الله، وصدقيني ولادك هيحبوها. أنا بقالي سنين بعملها بالطريقة دي، حاجة كده في منتهى الجمال. وهقولك ازاي تطلع معاكي كريمي كده وبالقوام الحلو ده. بس أهم حاجة الأول كده عايزة منكم لايك حلو للفيديو. يلا بقى نقول بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف المربى الحلوة بتاعتنا دي عملناها ازاي. معايا هنا 2 كيلو من الجزر. الكمية دي ترجع لك انتي، هات الكمية اللي انتي عايزاها. غسلته كويس وبعد كده قشرته وشطفته برضو تاني. بعد كده هنبدأ ان انا ابشر. هتبشريه زي ما انت عايزة، سواء بقى بالجنب اللي هي المبشرة الضيقة او الواسعة. انا هبشره باللي هي الضيقة دي، عشان طبعا كل ده هيسهل معايا في التسوية. هنبشر الكمية كلها، وبعد كده هنحط عليها كمية السكر. كيلو الجزر بياخد معايا نص كيلو من السكر. بالنسبة لي السكر ده كويس جدا لكمية الجزر. لو انتي عايزة تقللي ممكن تحطي كوبايتين، يعني 400 جرام. تمام كده، كوباية الشاي العادية ممكن تحطي كوبايتين بس على الكيلو. بس انا السكر كده كويس اوي، حلو اوي معايا. طبعا الجزر ما بيبقاش فيه نسبة سكر كتير، هو مسكر، بس برضو يعني الكمية دي حلوة اوي. بس برضو زي ما قلتلك ده بيرجعلك انت. المهم بتضيفي كمية السكر اللي انت عايزاها. بعد كده بنقلبه كويس جدا، ويبقى اغطيه وبسيبه في التلاجة اقل حاجة 5 ساعات. ده علشان يبدأ السكر ينزل المية بتاعته، وكل ده بيساعد في عملية التسوية وما ياخدش وقت معايا على البوتاجاز. تمام كده. انا هنا سبتها ليلة كاملة. هنا كده تاني يوم، يعني سبته بالليل. تاني يوم الصبح كان نزل بقى كمية المية دي. هنجيب بقى الحلة بتاعتنا اللي هنسوي فيها، ويفضل ان هي تكون ألمونيوم. ولو تيفال برضه مفيش مشكلة، بس الألمونيا أحسن، يعني بفضلها في المربات أحسن. معايا هنا كام عود من القرفة، عودين 3 كده من القرفة. هنبدأ نشطفهم برضه كويس وهنضيفهم على الجزر. معايا كوباية من عصير برتقان. كل كيلو من من الجزر بياخد نص كوباية من عصير برتقان. ومعايا كام عود من القرنفل. معايا هنا حتة شاشة كده نضيفة، هنبدأ نحط فيها القرنفل. ده بيسهل عليا ان انا بعد كده لما اشيله. لو ما عندكيش ممكن عادي تحط القرنفل وتبقي تعدي حطيتي كام واحدة، وتبدأي بعد كده تشيليها بعد التسوية. تمام كده. خلاص كده ضفت القرفة والقرنفل، كل ده طبعا ريحة فظيعة في المربى مع البرتقان. ومعايا كمان معلقتين من بشر البرتقان. قبل ما بعصر البرتقان ببشر الطبق الأورنج بتاعته. هنيجي بقى للتسوية. بنحط كده الحلة على البوتاجاز. في الأول بتعلي النار لحد لما توصل للغليان كده. أول ما تبدأ تغلي معايا كده هنبدأ نهدي النار عليها تماما وهنسيبها. بتاخد معايا قد ايه في التسوية؟ من ساعة لساعة ونص على البوتاجاز. من وقت للتاني تقلبيها. مربة الجزر من المربات اللي هتلاقيها ما بتعملش ريم زي بقية المربات كده على الوش. فانتي مش عايزة منك ان انتي كل شوية هتروحي تشيلي ريم من عليها ولا حاجة. بس عايزة تقليبة كده كل ربع ساعة وعشر دقايق تقلبيها تقليبة. تمام كده. بعد ساعة ونص بنبدأ نشوف المربى بتاعتي. هنا كانت المربى بتاعتي خلاص استوت. طبعا كمية المية اللي فيها خلاص نشفت. انا عايزة بس حاجة بسيطة زي ما شفت كده، حاجة بسيطة خالص، عشان برضو ما تبقاش ناشفة قوي. هنبدأ نشيل القرفة والقرنفل. طبعا التسوية بتعرف ان هي استوت. بتبدأي ان انتي تدوقي كده الجزر، بتلاقيه خلاص استوى جدا ومهري جدا معاكي. بعد ما شلت القرفة والقرنفل
هنبدأ ناخد المربى بتاعتي وهضربها، سواء بقى في الخلاط في الكبة، لو عندك الهاند بلندر ممكن تضربي بيه، ايا كان. خلاص كده ضربت الكمية بتاعتي. بتنعميها برضو بالنعمية اللي انت عايزاها. انا بحبها تبقى ناعمة جدا عشان السندوتشات والاولاد. خلاص كده بعد ما ضربت كمية المربى بتاعتي بنزل عليها بعصير ليمونة. كل كيلو بتحط عليه عصير نص ليمونة. بعد ما بنحط الليمون بنسيبها بس على النار تاخد غلوة واحدة، يعني ما بتكملش دقيقة. طبعا لان انا ضربتها في الخلاط، فبرضو ده امان برضو، لان ما اضمنش الخلاط يكون كان فيه مية او ايا كان بقى اللي ضربت فيه المربى بتاعتك، فلازم نسيبها كده دقيقة على النار بعد الليمونة. في الوقت ده طبعا البرطمانات بتاعتي كانت مغسولة كويس جدا وسايباها لحد لما تنشف تماما. لازم البرطمان يكون ناشف تماما، ما يكونش فيه نقطة مية. البرطمان بتاعك لو فيه مية طبعا ده هيساعد على ان المربى تفسد معاكي وما تقعدش معاكي مدة طويلة. انا بعبي المربى بتاعتي وهي ايه، يعني بتبقى دافية يا دوبك تدفى بس كده شوية. طبعا كل ده بيساعد برضو انها تقعد معايا اكتر وقت، لان ده بيعقم معايا البرطمان بزيادة. هنبدأ نعبي المربى بتاعتي، واهم حاجة زي ما انتوا شايفين انا بكبس كويس قوي المربى، لان انا مش عايزة اي هوا خالص في البرطمان. بعد ما خلاص عبينا كده كل الكمية بتاعتنا ما شاء الله، شايفين بقى الكمية عاملة معانا قد ايه. طبعا الحسبة دي انا عايزاك انتي تحسبيها مع نفسك كده. 2 كيلو ب10 جنيه. شوفوا بقى عملوا معايا كمية قد ايه. وطبعا السكر موجود عندنا في البيت، وحتى لو هتحسبي كمية السكر اللي انت حطيتيها برضو هتلاقي نفسك موفرة جدا. دلوقتي هتسيبي البرطمانات لحد لما تبرد تماما، وبعد كده هنبدأ نغطيها ونحطها في التلاجة بتاعتي. اهم حاجة عشان عمر المربى معاكي ان انت بتاخدي بمعلقة نظيفة. خلي بالك الاولاد برضو ما ياخدوش بمعلقة ان هم يدوقوا بيها ويحطوها تاني في المربى، هتفسد معاكي المربى بتاعتك. هتقعد معاكي مدة طويلة جدا. لو عايزة تحفظيها في الفريزر ممكن تحفظيها في الفريزر. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.